النهاردة هنعمل طريقة عمل السمك التونة المشوي، وهنعمل الرز الابيض بتاع السمك المشوي. اول حاجة هنجيب ربطة بقدونس وهنغسلها كويس، وليمونتين وبصلاية وخمس فصوص توم، كل ده يتحط في الكبة، ومعلقة هريسة من اللي انا عاملاها. يبقى انا حطيت في الكبة ايه؟ معلقة هريسة، ربطة بقدونس، ليمونتين، خمس فصوص توم، بصلاية. وهحط بقى نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا، نص معلقة شطة، ربع معلقة فلفل، ومعلقة صغيرة ملح، وحبة خل، وهضرب الكب. وكده تبقى ديت الخلطة اللي انا هشوي بيها السمك التونة. هاخد نصها واسيب نصها، يعني ده نصها، والنص التاني هحط عليه كوباية مية. ده بقى اللي هي بعد ما اشويه هروح حطاه عليه. انا هو بنضف السمك التونة. الفرشة بقى اللي انا جايباها ديت بتخلي لي قلبه ابيض، يعني انا كنت بتعب معرفش انضف قلبه جامد، واقعد افرك. بصوا ما شاء الله، ومن غير تعب ولا اي حاجة. بعد ما غسلت السمك هتبله اهوت، وهسيبه في التتبيلة حوالي ساعة. لو مستعجلة اشويه على طول عادي. بعد كده هجيب بقى الرز، هعمل الرز الابيض. نجيب حلة فاضية، احط حبة سمنة، اكون غاسلة الرز، وهنزل بالرز اشوحه في قلب السمنة، واكون غالية براد مية، واحط رشة فلفل ومعلقة صغيرة ملح، وهشوحهم كويس. تكون المية غليت هروح صبة المية على طول. يبقى كده الرز خلص معايا، اغطيه. هاجي بقى للسمك هشويه ازاي. احط حبة زيت احط حبة زيت في الصاج، اعمل بيه الصاج كله. هكون بقى جايبة السمك التونة اهوت، اعمله بالردة، وهعلي على الصاج النار. اهم حاجة النار تبقى عالية عشان ما يتلزقش مني. وبعد كده اما اجي اقلب بقى اروح موطية، عشان خاطر ما يتهريش معايا. واهو قلبته، بصوا ما شاء الله. بصوا الرز استوى اهوت. يبقى كده الرز خلص، والسمك خلاص خلص. هجيب بقى نص الدقة اللي انا عيناهم، واحطها بقى على السمك، وكده يبقى احلى سمك تونة زي بتاع بره بالظبط. بصوا ما شاء الله. ويبقى كده السمك خلص والرز خلص.